هم خير من خلق الإله ومن ضرى، كانوا قواميس الهداية للورى. كم كان في أنبائهم من عبرة للناس، ما كانت حديثا يفترى. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر. فقفوا على آثارهم وزنوا بها أعمالكم، واستلهموا منها العبار. هم أنبياء الله والقوم الكرام والتابعون. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الله جل جلاله ولم يكن شيء غيره، هو الله الأول جل جلاله ولا خلق غيره، الله ولم يكن شيء معه، الأول فليس قبله شيء، الله الصمد. الله عز وجل خلق خلقا، وبدأ الخلق بالعرش، وهذا العرش أعظم مما نتصور. شيء قليل من العرش الكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء كبيرة، هذا الكرسي، والصحراء هو العرش. أما الكرسي فقد وسع السماوات والأرض. الله أكبر. خلق الله العرش وجعله على ماء، هذا أول ما خلق الله عز وجل. ثم خلق بعد هذا القلم، فقال له الله عز وجل: اكتب. قال: ما أكتب؟ شنو أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وكتب في الذكر كل شيء. الله خلق العرش والماء، ثم خلق القلم، وكتب في القلم كل شيء في لوح محفوظ. ثم بعد 50,000 عام أمر الرب عز وجل بخلق السماوات والأرض. بعد 50,000 سنة بدأ خلق السماوات والأرض، وتم هذا الخلق كله في 6 أيام، خلق السماوات والأرض معا، وكانتا متلاصقتين. الأرض قسمها 2 و4 أيام، ومعها السماء كذلك في 6 أيام كلها. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، سواء للسائلين. السماوات والأرض خلقت في 6 أيام، عرش وماء، قلم كتب كل شيء. بعد 50,000 سنة خلق الله السماوات والأرض، وكانتا ملتصقتين. هذه السماء كانت ملتصقة مع الأرض رتقا متلاحمتين. فجأة في هذا الكون المهيب،
في هذا الكون العظيم يأمر الرب جل جلاله أن تنفصل السماء عن الأرض، بل السماء نفسها أن تنفصل إلى 7 طبقات تصير 7، والأرض نفسها فجأة تنفصل إلى 7 طبقات و7 أراضين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتصقتين ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله، ما أعظم هذا الانفجار العظيم في الكون. فجأة السماء والأرض تنفكان، وفجأة السماء تنقسم إلى طبقات 7، والأرض تنقسم إلى طبقات 7 كما أمر الله جل جلاله. أما السماء فخلقت من بخار الماء الذي على العرش. العرش مو قلنا فوق الماء؟ شفت الماء هذا كان يخرج منه بخار، وهذا البخار كون عظيم، خلق ما يمكن نتصور حقيقته من عظمته. هذا البخار صار مثل الدخان في هذا الكون الفسيح. هذا الدخان كان هو بداية السماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا. الله يأمر السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا هو بداية الخلق كما قصها القرآن. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر، فقفوا على آثارهم وزنوا. ما أجمل هذا الكوكب، إنه الأرض، هذا الكوكب الذي نعيش عليه. كم عمره؟ العلم فيه عند الله عز وجل. ما هي المخلوقات التي كانت تعيش فيه في بادئ الخلق؟ العلم فيه أيضا عند الله عز وجل. لكننا نعلم أن بعد فترة من الزمن خلق الله عز وجل على الأرض خلقا أصله النار، سماه الجن لخفائه. أصله من نار السموم، من مارج من نار، من لهب نار لا دخان فيه. خلق الله عز وجل ذلك المخلوق، وعاش في الأرض مكلفا حلالا وحراما ووجوبا وطاعة. ولكن الجن في ذلك الزمان أفسدوا في الأرض أيما فساد، وكان الله عز وجل يرسل إليهم الملائكة تعاقبهم على فسادهم وعلى سفكهم لدمائهم. وكان مع الملائكة أحد قادة الجن في ذلك الزمان، وسمي إبليس، وكان في مرتبة من العلم والدين والإيمان ما جعله الله عز وجل في مصاف الملائكة، وكان يقاتل الضالين من الجن مع الملائكة. وأحيانا كانت الجن تحبس في جزر في البحار عقوبة من الله عز وجل لهم. كان منهم الصالحون ومنهم غير ذلك، وسفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض، إلا ذلك الجني الذي بلغ مرتبة الملائكة فاغتر بنفسه، إنه إبليس الذي عاش دهرا مع تلك الملائكة، حتى جاء ذلك اليوم الذي يطلع الله عز وجل فيه ملائكته على أمر سيفعله جل جلاله. وما هو الخبر؟ استدعى الرب عز وجل الملائكة في الملأ الأعلى، ليست كل الملائكة،
إنهم الملائكة في الملأ الأعلى. فأخبرهم الرب عز وجل أنه يريد جل جلاله أن يخلق خلقا جديدا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يعني يخلف بعضه بعضا، قوم يأتون أجيال، جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، هذا معنى خليفة، يخلف بعضه بعضا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فردت الملائكة من باب الاستفهام ومن باب الاستخبار، هي تعلم ماذا فعلت الجن قبل الإنس من الإفساد، من الضلال، من سفك الدماء. طيب الآن المخلوق الجديد سيفعل فعلها. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إن أردت يا رب قوم يعبدونك فنحن أهل العبادة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فرد الله عز وجل على الملائكة قال إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم شيئا لا تعلمونه. الله يعلم أن من هؤلاء البشر سيخرج منهم الأنبياء، سيخرج منهم الصديقون، سيخرج منهم خلق أعلى مرتبة حتى من الملائكة. نعم، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ويعلم الرب عز وجل إبليس وما يضمره، فهو العليم. فالله عز وجل أراد أن يكشفه أمام الملائكة، وأراد الرب عز وجل أن يخلق خلقا لحكمة. من يعلمها؟ الله. وبدأ خلق آدم. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. بعد أن أعلم الله عز وجل الملائكة أنه سيخلق خلقا جديدا، أمر الله عز وجل جبريل أن ينزل إلى الأرض، هذه الأرض التي سيعيش عليها هذا الخلق الجديد. أمره أن يأتيه بتراب من الأرض، فذهب جبريل ليأخذ شيئا من تراب الأرض، فاستعاذت الأرض من جبريل وقالت أعوذ بالله منك أن تنقصني أو تشينني. فخاف جبريل من استعاذتها بالله، فرجع إلى ربه، فأرسل الله عز وجل ميكائيل وذهب إلى الأرض ليأخذ من ترابها، فاستعاذت الأرض أعوذ بالله أن تنقصني أو تشينني. فرجع ميكائيل خائفا إلى ربه، فأرسل الله عز وجل ملك الموت، به البداية وعنده تكون النهاية. أرسل الله ملك الموت إلى الأرض ليأخذ من ترابها، فقالت الأرض أعوذ بالله أن تنقصني أو تشينني. فقال ملك الموت وأنا أعوذ بالله أن أرد أمر الله، هذا أمر الله لي. فأخذ من تراب الأرض كله. التراب اللي تشوفونه أحيانا يكون أبيض، أحيانا يكون أسود، أحيانا يكون أصفر، أحيانا أحمر، أحيانا بين هذه الدرجات، أحيانا من التراب الصعب وأحيانا من التراب السهل. من كل الأرض بين طيبها وخبيثها أخذ هذا التراب، وجيء بهذا التراب الذي سيخلق منه هذا الخلق الجديد، ولهذا سمي منه آدم عليه السلام. فجيء بهذا التراب
ثم أمر الله عز وجل أن يوضع معه شيء من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فصار هذا التراب طينا، وظل فترة من الزمن طين، ثم ازداد تماسكه فصار طينا لازبا، أوله تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. أول شيء تراب، وضع عليه ماء فصار طينا. قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فازداد تماسكه فصار طينا لازبا متماسكا. ثم مرت فترة من الزمن فتغير لونه اسود، وخرجت منه رائحة فصار حمأ مسنون.